فمحدش مهتم زي ما قلت لك في اول الفيديو، لا بنجاحك ولا بصوتك ولا انت كويسه ولا انت مش كويسه. الناس بتهتم في الاخر، بيسقفوا في الاخر لما بتوصل. حاولي تفلتري حياتك. يعني مثلا اولا لو مسكنا كده البيت، اي حاجه عندك بايظه ارميها، اي حاجه متقطعه ارميها، اي حاجه شكوى ومش عايز حلول. يعني بتشتكي وهي مش عايزه حل، هي عايزه تشتكي بس. الناس دي طلعيهم بره حياتك، لان الناس دي هم مش عايزين، مش بيشتكوا عشان انت تساعديهم، هم بيشتكوا عشان يشحنوكي بطاقه سلبيه. هي مش عايزه. حلوين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده يا بنات هنتكلم عن دروس 2025. قبل ما نحط خطة جديدة يا بنات ل 2026، مهم جدا ان احنا نقعد كده بالورقة والقلم ونعمل عصف ذهني ونشوف ايه الدروس اللي اتعلمناها السنة اللي فاتت، وده هيكون بارت 1. واستنوا ان شاء الله بارت 2. ليه مهم جدا قبل اي حاجة ان احنا نقعد كده بالورقة والقلم ونشوف احنا حققنا ايه، الحاجات اللي اتعلمناها السنة اللي فاتت، عشان الحاجات الكويسة ناخدها معانا والحاجات الوحشة نكون تابعيني. يا ريت تتابعيني، وكمان تروحي تجيبي ورقه وقلم وحاجه تشربيها، ويلا بينا. هنا اول درس انا اتعلمته، هشارك معاكم طبعا الدروس اللي انا اتعلمتها عشان اديكم افكار، وانتوا كمان في التعليقات بشاركوني الدروس اللي انتوا اتعلمتوها عشان نستفيد ونتعلم من بعض، وانا هبقى ارد عليكم. طيب اول درس اتعلمناه يا بنات هو ان اللي فات مات. ما نزعلش على اللي عدى، اللي عدى خلاص عدى بحلو وبمره. الحاجات الحلوة فهنحمد ربنا ونشكر ربنا عليها، كانت نعمة في حياتنا. والحاجات الوحشة بردك هنحمد ربنا عليها ونقول الحمد لله يا رب ان احنا اتعلمنا الدرس، او ان الاشخاص دول ظهروا على حقيقتهم. فما بنزعلش على اللي فات. اللي فات سواء كان حلو او وحش خلاص فات بقى من الماضي. فلو فضلنا باصين ورانا يا بنات مش هنقدر نشوف اللي جاي قدام، ولا هنعرف اللي عدى ده كان شخص قريب ليكي، كان شريك حياتك، كان صديقة اتغزلت فيها، حد مقرب من العيلة، هدف انت كنت حاطاه وما حققتيهوش. ايا يكن ايه اللي عدى وانت ندمانة عليه، خلاص مش هنندم على اللي فات. اللي فات مات زي ما بيقولوا، واللي جاي ان شاء الله افضل واحسن. فنقطة ومن اول السطر. ومش عايزين نعيش دور الضحية يا بنات، مش لازم يكون في طرف سيء، او لما شخصيتك بتتغير بتلاقي ان الدايره اللي حواليكي بدات تضيق. يعني في ناس من صحابك هتلاقيهم مش موجودين، في ناس كنتي معاشراهم هتلاقيهم مش موجودين. ليه؟ لان اغلبيه العلاقات السامه او العلاقات اللي ما بتكونش صحيه بيقاوموا اي تغيير. فانت لما بتحاولي تتغيري للافضل او تطوري من نفسك هتلاقي دايما ان في ناس كده بيطلعوا بره حياتك. فما تزعليش، طول ما انت مركزه على هدفك، طول ما انت ماشيه صح، ما بتاذيش حد، ما بتغضبيش ربنا، ما بتعمليش حاجه غلط. فما تزعليش على اي حد خرج من حياتك. ومش شرط، هرجع واقول تاني يا بنات، انه الشخص ده او الشخصيه دي او ايا يكن مين اللي طالعه من حياتك انه هو الشرير واحنا الضحيه. عادي، ممكن ما يكونش في حد فينا شرير وحد ضحيه، عادي. ولكن الواقع نقول الحمد لله. انا مش جايه لكم من عالم خارجي، انا عارفه ان الموضوع بيكون صعب وما بيكونش سهل، خصوصا لو الناس دي كانت عشرة عمر، او مثلا بقالكم سنين مع بعض. ولكن لازم يا بنات نكون يعني عندنا يقين في الله ان اللي ربنا كاتبه هو اللي فيه الخير. والدرس معانا الدرس التاني ان ليس للانسان الا ما سعى. خديها شعار كده في حياتك دايما. ما تزعليش على اي نتيجه انت وصلت لها، ازعلي لو انت ما سعيتيش، لان ربنا يوم القيامه هيحاسبك على السعي، هو مش هيحاسبك ابدا على النتيجه. يعني مثلا سيدنا نوح كان نبي من الأنبياء، وكان ابنه عاصي ومات عاصي ومات كافر، برغم ان ابوه نبي. يعني ما تقوليش انا عملت كتير وكنت كويسة مع زوجي وزوجي ما كانش كويس، عملت كتير وربيت ولادي وبتعب معاهم وبرضك مش شايفة نتيجة، عملت كتير. انتي هتسألي على السعي، مش هتسألي على النتيجة اللي انت وصلت لها. يعني ربنا يوم القيامة هيسألك، مش هيقولك ابنك ما صلاش وانت هتتحاسبي مكانه، هيقولك انت نصحتيه بالصلاة، امرتيه بالصلاة، صليتي قدامه عشان يقلدك، حاولتي تساعديه ولا لا، سعيتي معاه ولا لا. لكن النتيجة دي انت مالكيش اي علاقة بيها. فيا بنات ناخدها كده قاعدة في حياتنا، احنا بنسعى للي المفروض اللي ربنا يسألنا عليه، لكن احنا ملناش علاقة بالنتيجة مهما كانت النتيجة ايه. وصدقيني طول ما انت بتسعي ان شاء الله هتشوفي نتيجة. بس حتى لو ما شفتيش نتيجة ما تزعليش وما تيأسيش من رحمة ربنا. خليكي دايما انك انت بتعملي الصح. والجزء التاني اللي هو الدعاء، انك بتدعي سواء لزوجك، سواء لأولادك، سواء في حياتك، سواء في شغلك، سواء في اي حاجة.
فما نزعلش يا بنات. احيانا مثلا تكوني بتشتغلي اكتر من اي حد وتلاقي ان في حد مثلا ربنا كرمه وانت لسه احيانا بتبقي حاسه طب هو اشمعنى انا بتعب اكتر بس مش بلاقي نتيجه. لا، انت مطلوبه منك السعي بس. طول ما انت بتسعي طول ما ربنا هيوفقك، وممكن التوفيق يجي من عند ربنا بعد وقت، مش شرط يعني دلوقتي. ممكن يكون ربنا مؤخر التوفيق ده لحاجه معينه، يعلمك الصبر، يعلمك حاجه معينه، في حاجه انت لسه مش مظبطاها قوي. فنصبر كده يا بنات وما نزعلش ابدا على النتيجه اللي بنوصل لها. نحاول كده دايما يا بنات ان احنا يعني نقول ايه الحمد لله على لكل حال، وندعي دايما لاولادنا وندعي لنفسنا وندعي لحياتنا بالتوفيق. من يا بنات اللي اتعلمته هي ان الصحبه مش لازم تكون كتيرة، يعني مش لازم تكون حواليك 20 بنت صحابك ومن العيلة ومن. صدقيني انت هيجي عليكي وقت، صدقيني فعلا هتلاقي ان انت محتاجة بس حد، يعني هو طلعتي من كل دول بحد واحد. فمش بالعدد يا بنات، مش بعدد الناس، بقيمة الناس. انت ممكن يكون حواليكي بنات كتير، صحاب كتير، ناس كتير حواليكي، ولكن مش كل اللي بيضحك في وشك وكل اللي بيقولك ان هو بيحبك يبقى بيحبك. ففي مثل كده بيقول احذر من عدوك مرة ومن صديقك 1000 مرة. لان العدو انت عارفة انه عدو، عارفة انه هو ما بيحبكيش وما بيحبلكيش الخير، فمش هتصرحيه باهدافك، مش هتتكلمي معاه في حاجة تخصك، مش هتأمنينه، مش هتثقي فيه. لكن الصديق بيكون طبعا الطعن ما بيجيش الا من الناس القريبين اللي احنا بنديهم الثقه وبنبقى فاكرينهم ان هم اصدقاء لينا او ان هم ناس بيحبونا. هم طبعا بيكونوا اسوأ ناس على وجه الارض. فما تتغريش في اي حد بيضحك لك، بيبتسم لك، بيقولك ان هو بيحبك. فمهم جدا يا بنات ان احنا ننقي الناس اللي يدخلوا حياتنا ويكونوا ناس يعني قليلين، يكونوا في دايره او صحبه تكون حواليا يكونوا على نفس مستوى تفكيري، اهدافي، نكون شبه بعض. يعني ما ينفعش مثلا اكون انا تفكيري كله ان انا ازاي اطور نفسي، ازاي اقرا، ازاي احسن من نفسي، ازاي اشتغل على نفسي، واروح مثلا ادخل في جروب مثلا بنات كل تفكيرهم مثلا الخروجات والهلس والترفيه والاكل من بره يعني الحياه تانية مختلفه عن دماغي. ممكن يكونوا هما شايفين ان دي حياه صحيه ليهم اكتر، فممكن مش انت اللي تبقي مبسوطه في جروب زي ده. فما تقوليش انا هقدر اغير او انا هقدر اسيطر او انا هقدر اعمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ان المرء على دين خليله فلينظر احدكم لمن يخلل. يعني انت على نفس الوتيره اللي هتكوني مع صاحبتك عليها. يعني لو هي مثلا لا قدر الله بتلبس لبس مش محتشم، فهتلاقي نفسك انت بتقلديها، ما تقوليش هي اللي هتقلدك او انت هتاثري فيها، بالعكس هو اللي هيحصل. دايما الحاجة السيئة هي اللي بتشد اكتر من الحاجة الكويسة، لان الحاجة الكويسة فيها مجاهدة، فيها مجاهدة نفس. فانت عشان تقنعيها ان هي مثلا تلبس زي اسلامي او تلبس باحتشام او كده، ده فيه مجاهدة نفس، فانت مش تقدري عليها وهي ممكن ما تقدرش عليها، فالاسهل انك انت اللي هتتسحبي ناحيتها. فالحاجات للاسف الحرام او الحاجات السيئة هي اللي بتكون اسهل. فما تقوليش انا هقدر اجذبها او انا هغيرها. لا، احنا بننصح مرة يا بنات وبندعي مرة، ولكن ما بضحيش بحياتي انا كلها عشان الشخص ده يتغير ايا يكن مين الشخص. فاهم؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فما تحاوليش انك انت تضيعي وقت وتضيعي مجهود في ان فلان يتغير او فلانة تتغير او ان هم يمشوا على دماغك. اللي مش من البداية على نفس وتيرة دماغك او شبهك في اهدافك او في حياتك، فبلاش منها، بلاش مجازفة. انت بتجازفي في حياتك كلها، مش بتجازفي يعني. بلاش تتكلمي عن اهدافك كتير، خصوصا مع الناس اللي حواليك. حتى لو اللي حواليك انت عارفه ان هم بيحبوكي وبيتمنوا لك الخير وكل الكلام ده، بعيد عن الحسد. وان الحسد مذكور في القران، وان فعلا ممكن انت لما تتكلمي وتقولي انك ناويه تدخلي مشروع جديد او ناويه تعملي حاجه جديده، الموضوع تلاقيه وقف. وده حصل معايا انا شخصيا. ولكن الفكره هنا برضك مش في الحسد بس يا بنات، بالرغم ان الحسد مذكور في القران. وانا مش يعني مش بقول ان مفيش حسد، لا، في الحسد موجود في القران. وانت ممكن لو اتكلمتي عن اهدافك او مشروع عايزه تعمليه او حاجه عايزه تشتريها، هتلاقيها وقفت. صدقيني وجربي كده وهتشوفي. فبعيد عن الحسد، انت لما بتتكلمي عن اهدافك اللي انت عايزه تحققيها،
بتلاقي نفسك انت مبقاتيش عندك طاقه تعمليها. ليه؟ لان انت بتدي اشاره للمخ ان الهدف ده اتعمل اصلا. فانا لما اجي اقول انا عايزه اخس، انا عايزه اقرا، انا عايزه اتعلم، انا عايزه وابتدي اشارك الكلام ده مع اصحابي، مع اهلي، مع الناس اللي حواليا، فانا بدي اشاره للمخ ان انا حققت الحاجات دي خلاص. فالمخ بياخد بقى ايه، استراحه محارب كده، احنا خلاص احنا شاطرين وحققنا وخلصنا، فهنقعد بقى هنريح. فتلاقي نفسك ما عندكش طاقه تقري ولا تتمرني، ولا الحماس راح، الدنيا راحت، لقيتي نفسك بلطتي في الخط. رجاء بلاش نتكلم عن اهدافنا كتير ونقول احنا عايزين نعمل ايه وايه وايه. كفايه انك كتبتيها في البلانر بتاعتك، كفايه ان انت حددتيها كتابه بينك وبين نفسك، خلاص هتعمليها. الناس اللي هتتكلم من غير اي حاجه، فانت مش محتاجه انك انت تقولي انا هعمل كذا. تمام؟ لما الحاجه تتعمل، الناس نفسها اللي هتسال انت ايه اللي اتغير فيكي، ايه اللي اتغير في شكلك، ايه اللي اتغير في شخصيتك، هتلاقي الناس ايه اخدت بالها. فصدقيني محدش بيسقف في الطريق، الناس بتسقف لما بتوصل. فما تستنيش اولا تشجيع من حد، ما تحكيش اهدافك لحد، ما تقوليش اصل انا هقول عشان الناس تحس ان انا اتغيرت. محدش مهتم، محدش مهتم حرفيا، محدش مهتم انت عايزه تعملي ايه، محدش مهتم بزعلك، محدش مهتم باهدافك، محدش مهتم انت عايزه تحققي ايه وتوصلي لايه. الناس بتهتم في الاخر لما تخسي، لما تنجحي، لما تعملي شغل، لما تشتري حاجه، لما تبني كارير لنفسك، لما تغيري من شخصيتك ومن شكلك ومن لبسك ومن حياتك. فالناس ساعتها بتبتدي برافو بتسقف. لكن في الطريق وانت ماشيه محدش مهتم انت بتقولي ايه اصلا، محدش سامعك، ولا حد هيسمعك في مشاكل، ولا هيسمعك مرة مش هيسمعك التانية وهيبتدي يمل ويزهق ويقرف منك، ولا حد هيسمعك في اهدافك ولا انت عايزة تحققي ايه، ولا حد هيقولك برافو انت عايزة تحققي كده، انت شاطرة. احنا مش عايزين نثبت حاجة لحد يا بنات، انت مش مضطرة تثبتي لحد حاجة انك انت شاطرة ولا انك انت ناجحة او انك انت مش فاشلة. انت مش مضطرة تعملي ده، انت بتعملي ده لنفسك. فما تشاركيهوش مع حد. اما تبقي تحققي اللي انت عايزه تحققيه، ساعتها تقدري تتكلمي من غير ما تتكلمي. والله ساعتها من غير ما تتكلمي الناس كلها هي اللي هتبتدي تنتبه انت عملتي ايه. فرجاء، انا وقعت في فترات كتيره قوي من عمري، وهي المثاليه يا بنات. المثاليه دي بتوقفنا يعني بشكل غير طبيعي. لو انت محتاجه تكون كل حاجه بيرفكت عشان تبداي في اي حاجه، يعني مثلا لو جيتي حطيتي خطه انك عايزه تنزلي في الوزن، فانت هتستني لما يبقى معاكي فلوس تشتركي في جيم، هتستني لما اولادك يكبروا عشان تعرفي تنزلي الجيم، هتستني لما يبقى معاكي فلوس عشان تجيبي اكل صحي، هتستني. انت طول الوقت مستنيه. لو عايزه تبداي مشروع، لا، لما يبقى معايا فلوس للمشروع، لما اولادي يكبروا، لما اولادي يروحوا المدرسه، لما اولادي يتخرجوا، لما اولادي يتجوزوا، لما اولادي يخلفوا. فالمثاليه دايما بتعطل. كل ما هتستني هتلاقي في حاجه تانية طلعت لك انت عايزه تقعدي تستني. فما تستنيش ابدا ان الحاجه البرفكت تحصل عشان ابدا في اي حاجه. انا ابدا دلوقتي، وواحده واحده انت هتلاقي ان الدنيا بقت احسن وافضل بكتير. ابدأي على اي وضع، ابدأي من دلوقتي. ما تستنيش لاول السنه، ما تستنيش ليوم واحد، ما تستنيش بكره، ما تستنيش بعده، ما تقوليش هبدأ من اول اسبوع، ما تقوليش هبدأ من اول السنه، ما تقوليش هبدأ من اول الشهر. ابدأي من النهارده، خدي قرار وابدأي من النهارده. المثاليه دي قبل ما نقلب على النقطه اللي بعدها، احيانا لما بنيجي نحط هدف ولا حاجه او مهام على مدار اليوم، فبلاقي نفسي ان انا مثلا كنت حاطه 6 مهام او 10 مهام، فعملت منهم 5 أو 6. لو انا حاطه 10 عملت منهم 5 أو 6، نبتدي بقى نجلد ذاتنا. انا ما عملتش ال10، انا ما عملتش مش عارف ايه. فجلد الذات اللي هتلاقيه دايما مرتبط بالمثاليه. فعشان كده بقولك بلاش مثاليه، لان المثاليه دي هتخليكي دايما مش راضيه عن نفسك، دايما حاسه ان انتي محققتيش حاجه، دايما حاسه ان انتي اقل، دايما حاسه ان انتي كنت المفروض تعملي حاجه افضل وما عملتيهاش. في فرق بين ان انا عندي طموح ان اكون افضل، وفي فرق ان انا اكون حتى مهما ما بتعب ومهما بشتغل ومهما بشتغل على نفسي، انا حاسه ان انا لا، الدنيا معايا مش تمام، انا حاسه ان انا كنت المفروض اعمل اكتر من كده. فطول الوقت هتبقي بتجلدي في نفسك، نايمه على السرير مهدوده وجسمك وجعك من الشغل، البيت ومن العيال ومن وما عدتيش مع نفسك ولا خدتي وقت راحه حتى لنفسك. وهتلاقي وانت نايمه بالليل انت نفسيتك تعبانه، بتجلدي نفسك. ده انا نسيت اعمل كذا النهارده، فالمثاليه بتدمرنا نفسيا. مفيش مثاليه يا بنات. عادي انك تقعي يوم، عادي انك تقعي يومين، عادي انك تقعي اسبوع.
عادي. عادي ان انا احط خطه النهارده واصحى الصبح الاقيها مش ملائمه ليا ومحتاجه تعديل. عادي ان انا اكون حاطه 10 مهام اعمل منهم 5 او 6. ده برافو جدا ان انا حطيت 10 عملت منهم 5 ولا 6. انا ابدا ان انا الوم نفسي امتى؟ لما انا ابقى بقالي فتره كبيره على نفس الوتيره ما بحققش حاجه. هنا اقعد مع نفسي واقفه، لا في ايه هنا، في خلل. ايه اللي معطلني؟ ابتدي احط 1 2 3. التليفون، اشخاص معينه، مشاكل، ايا يكن ايه اللي معطلني. يبقى انا هنا ما بحطش عقاب لنفسي الا لما اكون انا فعلا ما بنجز. لكن انا انجزت اوريدي، سواء انا عملت مهمتين 3 بس عملت اشتغلت. ممكن تاني يوم احط مثلا خطة ان انا ازاي احسن الوضع ده للافضل. ان انا ازاي مثلا بدل ما اكون عملت 3 مهمات او 4 اعمل 5 او 6. بالراحة، خليكي مرنة مع نفسك، خليكي رحيمة بنفسك. بلاش جلد ذات، بلاش جلد ذات يا بنات. اتكلمت فيه 200 مرة، وهو ان احنا نقول لأ. ودي فعلا انا ما كنتش بقولها قبل كده في حياتي عموما. كنتش بقول لأ لأي حد. كنت بخاف على زعل الناس كلها. اي حد يطلب مني اي حاجة حتى لو فوق استطاعتي كنت بعملها علشان ما يتقالش عليا مش جدعة، عشان ما يتقالش عليا قفوشة. ممكن اقبل هزار يكون بيقل مني او من شكلي او من شخصيتي او من كده، يعني تريقة، عشان ما يتقالش عليا قفوشة او ان انا نكدية او ان انا صفرة او ان انا ما بحبش الهزار. بقبل مهام وحاجات مش مهامي، وحاجات فوق طاقتي عشان شخص معين يرضى عني. فاتعلمت ان انا لا، انا لما ما بقولش لا يعني انا خايفه على كل الناس اللي حواليا، مش خايفه على نفسي ليه؟ يعني محدش خايف عليا، فانا الاول اخاف على نفسي. محدش زعلان عشاني، انا ازعل على نفسي. محدش لما الشخص ده كسفني او حرجني او تريق عليا، هو يعني ما فكرش ان انا ممكن اتضايق منه من حاجه زي كده. فانا ليه زعلانه عليه؟ هو ما زعلش، انا ازعل عليه ليه؟ هو مين اصلا عشان انا ازعل عليه؟ اذا كان هو انا ما فرقتش معاه، حرجني قدام حد او كسفني او هزر على شكلي او اتريق عليا او شايلني مهام اكتر من مهامي او قال لي كلمه حرقت دمي في صيغه هزار، او حد طلب مني حاجه فوق استطاعتي انا مش قادراها، او حد طلب مني خروجه وانا مش قادره انزل، يعني بعيد بقى عن المشاكل او اي حاجه. واحده صاحبتك قالت لك تعالي انزلي معايا مشوار وانت ما عندكيش وقت، ابنك تعبان، ولادك فيهم مشاكل، عندك حاجه، مكالمه تليفون جايالك انت مش قادره دلوقتي تقعدي تتكلمي. يبقى كل دي حاجات احنا المفروض نقول لها لا. فاحنا بنقول لا لاي حد بيضايقنا، لاي مكالمه مش في وقتها. انا مش قادره اسمع دلوقتي حد ولا اتكلم مع حد، او انا قاعده مشغوله مع اولادي، خلاص ما ردش. مش هيحصل حاجه، ما ترديش. لو انت تعبانه مش قادره تتكلمي او مشغوله ما ترديش، ردي بعدين. اكيد انا ما بقولش ان احنا ده يبقى يعني طريقتنا مع الناس بشكل عام، بس احنا احيانا بنكون منهكين نفسيا مش قادرين فعلا نتكلم مع حد. خلاص احترمي اشارات جسمك ليكي انك انت تعبانه. الجسم تعبان بيديكي اشاره ان هو تعبان، احترمي ده. سواء انت تعبانه جسديا او نفسيا، لو جسديا قومي نامي، ما تهلكيش نفسك في البيت. قولي لا لنفسك، نفسك هتأمرك انك تقومي تروقي وتعملي وانت تعبانه، قولي لا لنفسك وقومي نامي وارتاحي. نفسيا تعبانه، في اشخاص سامين في حياتك بيكلموكي بيحرقوا دمك، حد بيشتكي طول الوقت شكوى 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 ومش عايز حلول، يعني بتشتكي وهي مش عايزه حل، هي عايزه تشتكي بس. الناس دي طلعيهم بره حياتك، لان الناس دي هم مش عايزين، مش بيشتكوا عشان انت تساعديهم، هم بيشتكوا عشان يشحنوكي بطاقه سلبيه. هي مش عايزه منك حلول، انت كل ما تديها حل هتوقف لك الدنيا. هي عاجبها دور الضحيه اللي هي عايشه فيه. فنقول لا لاي اشخاص، لاي حاجه بتعطلنا، لصفحات، لجروبات على الفيسبوك، على التيك توك، القنوات متابعينها بتضيع وقتنا، بتشحننا طاقه سلبيه. حد بيعرض منتجات كتير او حاجات كتير بيجيبوها، الحاجات دي بتاثر على نفسيتنا يا جماعه بشكل كبير. لما انت بتشوفي حد عمال بيعرض حاجات في بيته او منتجات بتشتريها لنفسها او اي حاجه، كل ده بيأثر على نفسيتك. فالحاجه اللي بتضايقك نفسيا قولي لها لا وابعدي عنها. خلي عندك التخلي اسهل حاجه، يعني اتخلي عن اشخاص بيضايقوك، اتخلي عن مواقف، اتخلي عن ناس، اتخلي عن مكالمات، اتخلي عن صحاب، بس ما تخليش عن نفسك. اتخلي عن اي حد بيأذيكي وقولي لا لاي حد بيأذيكي.
سامحي نفسك على اي غلط او اي ذنب انت عملتيه في الماضي. بصوا يا بنات، لو انت عملتي ايا يكن الذنب اللي انت عملتيه حتى لو كان كبيرة من الكبائر، لو لا قدر الله لا قدر الله حتى لا قدر الله عملتي يعني معصية كبيرة جدا او عملتي كذا ذنب واستغفرتي ورجعتي للذنب تاني واستغفرتي ورجعتي للذنب تاني، اوعي تتوقفي عن التوبة لله وسامحي نفسك وقولي انك انت هتبداي من اول وجديد. صدقيني الشيطان ساعات بيوسوس للبني ادم انك انت مفيش منك امل، انت بتستغفري وترجعي تاني للذنب، فخليكي بقى في الذنب ده ما تتوبيش لربنا، هو الشيطان اللي بيقولك كده. فبالله عليكي ما تسمحيش الشيطان انه يوهمك الوهم ده، الوهم ده مش حقيقي ابدا. فعشان خاطر ربنا مهما كانت المعصيه اللي بتعمليها، مهما كان الذنب اللي بتعمليه، استغفري وتوبي لربنا، صلي ركعتين توبه لله، قولي دعاء سيد الاستغفار، قولي ربنا كده اللهم اني اذنبت ذنبا فاغفر لي 3 مرات في الصلاه، ادعي ربنا، استغفري ربنا طول الوقت، صلي صلاه قضاء الحاجه بانك انت عايزه تبعدي عن الذنب ده ايا يكن ايه الذنب حتى لو كان كبيره من الكبائر. لو عملتيه 10 مرات توبي المره ال11، لو عملتيه 100 مره توبي ال101. ما تتوقفيش عن التوبة طول ما فيكي نفس، طول ما انت لسه عايشة، طول ما انت لسه عايشة باب الامل مفتوح، باب التوبة مفتوح. ما تخليش الشيطان يضحك بعقلك يقولك اصل انتي اخطأتي كذا مرة وبترجعي نفس الذنب. فيا بنات مهما كان الخطأ اللي انت اخطأتيه توبي وارجعي لربنا واستغفري ربنا. وقبل ما نقع بقى في المعصية تاني نشوف ايه اللي قبليها، الصحبة مثلا، ما توبش ربنا وارجع تاني للبداية. ما انا دلوقتي مثلا في مكان انا لما بروحه برتكب ذنب معين، يبقى انا مروحش المكان، ما استناش اما اروح واقول انا هبقى قوية ومش هعمل الذنب، لا 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 مفيش الكلام ده. تمام. في مثلا شلة معينة انا داخلة فيها صحاب مثلا، لما بقعد معاهم بيجروني لحاجة مش كويسة بعملها، يبقى انا ما اقعدش معاهم واقطع علاقتي بيهم. يبقى انا هنا هوت لما انوي نية التوبة واصلي واستغفر ربنا مكررش بقى نفس السيناريو تاني، لان انت عملتي السيناريو من اول جديد، النتيجة هي. ما تمشيش في نفس الطريق وتبقي انت عارفة ان النتيجة هتبقى مختلفة. انت دلوقتي مشيتي الطريق، انت عرفتي نهايته ايه، لو مشيتي فيه هي نفس النهاية والله. يعني لو رحتي له من شارع تاني هتبقى هي نفس النهاية برضو. فهمتيني؟ فابقى انا غير الاتجاه خالص وامشي في طريق مظبوط، ابقى انا عارفه ان نهايته رضا ربنا، لان مفيش اي حاجه في الدنيا دي تستاهل ان احنا نغضب ربنا عشانها. فده كان درس مهم جدا، يا ريت تكونوا استفدتوا منه. تشتغلي على نفسك، اشتغلي على نفسك، يعني حاولي تطوري من نفسك، حاولي تتعلمي، حاولي تاخدي كورسات، حاولي تسمعي بودكاست. بلاش الاغاني يا بنات، بلاش الاغاني. انا اكتر وقت بكون حالتي النفسيه فيه زفت لما بسمع اغاني، يعني سبحان الله بلاقي نفسي الصلاة عندي مش متظبط، بصلي وانا مش منتبهة، عصبية جدا مع ولادي، مهملة جدا في البيت، يعني كل حاجة سيئة حواليا. بهدى امتى؟ لما ببدأ ابدل الاغاني ببودكاست، بمسح الاغاني خالص من على الموبايل وببدأ اسمع بودكاست واحمل بودكاست اسمعه. فيا بنات البودكاست ده يعني حاجة جميلة، حاجة بتغذيك وبتغذي عقلك بدون مجهود لو انت ما عندكيش وقت تقعدي تقري. ولو عايزيني اشارك معاكم الكتب اللي انا بقراها الفتره دي يبقوا قولوا لي في الكومنتات تحت، وانا ابقى اديكم كده خلفيه عن الحاجات اللي انا قريتها وعجبتني والحاجات اللي انا ان شاء الله هقراها السنه اللي جايه. فيا بنات اشتغلي على نفسك جدا، اشتغلي على عقلك، اشتغلي على روحك، اشتغلي على جسمك، واشتغلي كمان على قلبك. اهم حاجه من انك انتي تحطي اهداف خارجيه لاي حد، سواء لبيتك لولادك لشغلك، انك تشتغلي على نفسك. اشتغلي على نفسك الاول. لو انت دلوقتي الكوبايه اللي قدامي دي فاضيه وانا عايزه اصب على كوبايه تانية، هيبقى فيه ميه صب؟ مش هيبقى فيه. ليه؟ لان الكوبايه فاضيه. فانت لو انت فاضيه لسه ومشتغلتيش على نفسك مش هتعرفي تحققي اي حاجه للناس اللي حواليك، لانك انت لو مبسوطه اصلا وانت لو سعيده هتلاقي كل اللي حواليك مبسوطين وكل اللي حواليك يعني الدنيا معاهم الطف. ليه؟ لان انت لما بتشتغلي على نفسك بتغذي نفسك، ثقتك بنفسك بتزيد، نفسيتك بترتاح، فبالتالي بتكوني اهدى، ما بيكونش في عصبيه، فبتقدري تتعاملي مع اولادك بهدوء، بتقدري ان انت تشوفي دنيتك عامله ازاي، تبداي ترتبي الدنيا اللي حواليكي، تتخلصي من الكراكيب اللي حواليكي. فارجوكي حاولي انك انت يعني ايه تشتغلي على نفسك،
اشتغلي على نفسك ده في انك انت تقوي علاقتك بربنا عشان روحك. اشتغلي على نفسك من عقلك انك انت تقري كتب، تسمعي بودكاست، لو انت ما عندكش وقت تقري كتب ممكن تسمعي كتب صوتيه. تشتغلي على جسمك ان انت تهتمي، لو عندك مشكله في بشرتك في شعرك، عايزه تخسي، عايزه تتخني، عايزه تنزلي جيم، اشتغلي على مظهرك، على اناقتك، على شكلك، لان ده هينعكس عليكي داخليا وهيحسسك بثقتك بنفسك. اشتغلي كمان على قلبك. القلب هنا يا بنات مهم جدا، لان القلب احيانا ممكن يكون بيفسدوا الغيبه، النميمه، الحسد، انك انت ناقمه على حياتك، ان انت باصه مش في ورقتك، باصه في ورقه غيرك، فانت دايما مركزه مع فلانه، مع حياتها وبيتها وولادها، فنبص في ورقتنا يا بنات. مالناش دعوه بحد، ما تقارنيش نفسك بحد، هي ليها ظروفها وعندها مشاكلها اللي انت لا تعلمي عنها شيء. فانت شايفه الحلو بس، انت بتعرفيش ايه ما وراء الكواليس، انت بتعرفوش. فربنا بيدي كل واحد الحاجه اللي يقدر يتحملها، المشاكل اللي يقدر يتحملها. فبصي في ورقتك، قولي الحمد لله على النعم اللي في حياتك، التزمي بعادة الامتنان، لان عادة الامتنان هتساعدك جدا في النقطة دي، انك تخليك تركزي على الحاجات الإيجابية اللي في حياتك وتبعدي عن الحاجات السلبية. وكمان يا بنات حاولي يعني ايه تشتغلوا على نفسكم في تطوير، في تفكير، في عناية شخصية، في الكلام ده كله. التزموا بعادة تدوين، تفريغ مشاعر، افكار. قولي انت حاسه بايه النهارده، مره اعملي امتنان، مره خططي ليومك، مره اكتبي المهام بتاعت الصبح بتاعتك. يعني خلي التدوين في حياتك بشكل كبير، يعني بكل انواعه، التدوين انواعه كتيره جدا. فحاولي تدخلي التدوين في حياتك، لانه هيخليكي كده ايه تهدي واحده واحده، تلاقي نفسك. الدرس التاسع هو ان احنا نتخلص من الكراكيب. بصوا يا بنات، الكراكيب حاجات كتير قوي. ممكن تكون كراكيب في بيتك، ممكن تكون كراكيب على الموبايل، ممكن تكون كراكيب اشخاص للاسف يعني. فاحنا بنتخلص من الكراكيب في حياتنا عموما، بننظف حياتنا. فلتري حياتك، حاولي تفلتري حياتك. يعني مثلا اولا لو مسكنا كده البيت، اي حاجه عندك بايظه ارميها، اي حاجه متقطعه ارميها، اي حاجه مش بتستخدميها، سواء منتجات، سواء ادوات مطبخ، سواء لبس صغر عليكي او على ولادك، لو ينفع حد يستخدمه اديه لحد ممكن يستفيد بيه. لو هو الحاجه اصلا اوريدي مش تمام، او الحاجه بايظه، يبقى بنتخلص منها خالص. يبقى ده كده اول بند. ما تقوليش حاجه هتستخدميها، حاجه لو عدى عليها 6 شهور وما استخدمتيهاش مش هتستخدميها، ده الشيطان اللي بيضحك عليكي. ارمي، اخلصي من الحاجه اللي موجوده. ما تفضليش حاطه الحاجه وتقولي انا هستخدمها، اصل ممكن احتاجها، اصل ممكن مش عارف ايه، اصل ممكن اخس، اصل ممكن اخلف بيبي تاني. اما تخسي يبقى اشتري جديد، اما تخلفي بيبي تاني يبقى هاتيله لبس تاني. ما تفضليش تخلي الشيطان يوهمك بحاجات مش هتحصل. الحاجه لو قعدت عندك من 6 شهور لسنه ما استخدمتيهاش يبقى مش هتستخدميها صدقيني. تمام؟ يا بنتصدق بيها لحد فبتاخدي انت ثوابها، يا اما لو الحاجه اصلا بايظه فبنرميها. لو حاجه ينفع تتصلح او نعيد تدويرها تاني، جهاز بايظ، مثلا شنطه فستتها مقطوعه، حاجه ينفع ان انا اوديها تصلح واعيد تدويرها تاني، تمام ماشي، لكن مركنهاش بايظه. تمام؟ لان ده بيخلي فيه طاقه سلبيه في البيت. فده كده اول حاجه. الحاجه التانية تليفونك، صور، فيديوهات لاشخاص مثلا خلاص انتهوا او طلعوا بره حياتك، امسحي. حاجات كتيرة كعبلة، ابليكيشن كتير مش بتستخدميه امسحي. قنوات انت متابعة على اليوتيوب وعلى التيك توك وعلى الانستجرام وعلى الفيسبوك بيشحنوكي طاقة سلبية، ودي تقولك بص انا اشتريت ايه، ودي تقولك بص انا مين جاب لي ومين عمل لي، وحاجات تافهة بتضيع وقتك، امسحي. يبقى احنا بنفلتر كمان التليفون، بنفلتر الناس اللي بنتابعهم، عشان لما نخش على 2026 نبقى داخلين بالناس الصح، الناس اللي هتساعدنا نتغير، مش ناس هتحبطنا وتخلينا نفضل قاعدين مكاننا. تمام؟ طيب نيجي بقى على الاشخاص الحقيقيين الواقعيين اللي بنعيش معاهم. لو احنا عايشين مع ناس سامة بنبعد عنهم. ما تقوليش مش هعرف، لا هتعرفي وهتتخطي وهتبقي زي الفل وحياتك هتبقى زي العسل، والله العظيم صدقيني. بس خدي الخطوة، خليكي كده قوية وخدي الخطوة. ايا يكن الناس دول، صحاب، اهل، ايا يكن. طبعا الحد الوحيد اللي مش هنقدر نتكلم فيه لو ابوك وامك واخواتك، هم دول بس اللي انت تقدري ان انت تقولي انا فعلا مش هقدر هعمل ايه، لان طبعا انت يعني هتكوني عايشه اكيد معاهم. وهل في اب وام نرجسيين او سامين واخوات؟ في للاسف مش عارفين ان هم سامين او ان هم نرجسيين.
فللاسف بيكون في اهل نرجسيين او سامين. فبس عايزه افهمك حاجه، ان ابوكي وامك او اخواتك هما هيكونوا اكتر ناس بيحبوكي، اكتر ناس بيحبوكي صدقيني، حتى لو كانت تربيتهم غلط، حتى لو كانوا بيعاملوكي بطريقه سيئه. محدش مرتاح، كلنا عندنا مشاكل، كل واحد عنده ابتلاء من ناحية. ممكن تكون انت عندك ابتلاء من اهلك، حد تاني عنده ابتلاء من شريك الحياة، حد تالت عنده ابتلاء من اولاده. فصدقيني الحياة مليانة صعوبات بكل المقاييس، مفيش حد مرتاح. هنرتاح ان شاء الله في الجنة بقى، انما احنا هنا في دار ابتلاء. فلازم هتلاقي في حاجة مغص عليكي حياتك كده، لان هو ده الابتلاء اللي ربنا حطولك في الدنيا. ربنا بيشوفك هتصبري، هتقولي الحمد لله، تعرفي تتعاملي مع الابتلاء ده ولا لا. فلو احنا مضطرين نكمل في حياة مع ناس سامين، ما بناخدش رأيهم محل ثقة بالنسبة لنا، يعني وجهة نظرهم عننا ما تخصناش، تخصهم هم. تبقي انت عارفة كده، بنفصل نفسنا نفسيا عنهم، بتبعدي نفسيا عن الاشخاص دي، سواء الشخص ده شريك حياة او اهلك، ابوكي وامك، او حد يعني من اللي انت عايشة معاه. كمان ما بناخدش رأيهم في حاجة، في أهدافنا، يعني ما تشاركيش أهدافك معاهم. ليه؟ لأن هما يا هيكسروا مقاديفك، يا هيحبطوك، يا هيقولوا لك انت فاشلة، يا أي حاجة. فما بنشاركش. طبعا لو صحاب احنا بنقطعهم يا بنات، محدش بيقول لي انا ما اقدرش ابعد، دي صاحبتي الوحيده، ولا انا ما اقدرش ابعد عنهم. دول بنبعد عنهم تماما. اهل جوزك من بعيد لبعيد، لو جوزك كويس ومحترم يبقى هما من بعيد لبعيد، بتعملي صلة الرحم معاهم من بعيد لبعيد عشان خاطر زوجك. لكن زوجك واهلك الحقيقي، لو انت بنوته لسه ما اتجوزتيش، فهنا هتبقى مشكله، انك انت مش هتقدري طبعا لا مش هينفع تتطلقي، ولا هينفع مثلا انك انت تمشي بعيده عن باباكي ومامتك يعني. فاحنا هنا في الحاله دي بنقول ان احنا لا، يعني بنفصل نفسنا نفسيا، ما بندهمش ردة فعل، ما بنحسسهمش ان كلامهم مؤثر فينا، ما بناخدش يعني وجهة نظرهم او رأيهم عننا بمحل الاعتبار، ولا بنشاركهم اهدافنا ولا الكلام ده كله. تمام. فطالما احنا بنعمل حاجة صح، مش حاجة حرام، مش حاجة غلط، ما بنأذيش حد، يبقى خلاص احنا كده ماشيين في الطريق الصح. بكونش انا بعق وبغلط واجي اقول انا بابايا بيعمل، ولا ما لازم يعمل ولازم يديكي طبعا فوق دماغك، لان انت بتعملي حاجه غلط او بتعملي حاجه حرام. تمام. فاهم حاجه نكون احنا ما بنعملش حاجه حرام، ما بنأذيش حد، ما بنأذيش نفسينا، فساعتها خلاص يبقى ملناش علاقه بكلام حد. او اخر درس انا اتعلمته بصراحه، واهم درس، هو التخطيط طبعا، اللي دايما يعني بكلمكم عليه في كل الفيديوهات. التخطيط والتدوين يا بنات، يعني دول مهمين بالنسبه لي بشكل غير طبيعي. هما حاجه كده بتحفزني، يعني لو انت ايه، لو الدنيا كلها فوق دماغك والمشاكل فوق دماغك، انت هتقعدي وتمسكي الورقه والقلم وتقولي اهدافك واحلامك ايه اللي انت عايزه تعمليه. صح، حقيقي بجد والله. فيعني هم كانوا من اكتر الحاجات اللي سندتني الفتره اللي فاتت ووقفتني تاني على رجلي، برغم ان انا مريت بسنه صعبه جدا. السنه اللي فاتت كانت اصعب سنين حياتي، 2024 و 2025، يعني سنتين لا احسد عليهم تماما. ولكن السنتين دول طلعوا مني يعني شخصية اقوى من اللي فاتت. انسانة عارفة قيمة نفسها، قدرت تتخلى عن حاجات كتيرة قوي كانت شايفاها ان هي حاجة مهمة قوي في حياتها ومتقدرش تعيش من غيرها، بس هي قدرت تعيش عادي وقدرت تتخطى. وكانت قوية لان هي ما قبلتش الاذى على نفسها. فالتخطيط والتدوين كانوا من افضل اصدقائي انا. دول كانوا اصدقائي الورق والقلم. الحمد لله اني قدرت اتعافى، وقدرت اتخطى، وقدرت ارجع اقف على رجلي تاني بفضل التخطيط والتدوين. صدقوني يا بنات، يعني لو ملكيش صحاب، لو انتي مش حابة يكون في حد في حياتك الفترة دي، او يكون لك صحاب، او تدخلي في علاقات تانية او اي حاجة، صدقيني الورق والقلم هتكون افضل بكتير من اي صديق. فلما تكوني متضايقة اقعدي اكتبي، ما تشتكيش لحد. ده من الدرس اللي انا اتعلمته، ان الشكوى لغير الله مذلة. صدقيني انت لما بتشتكي لحد، بعيد عن ان الناس بتعرف
خصوصياتك، ودي كانت خطأ انا وقعت فيه. تزهق انك انت بتشتكي وان عندك مشاكل، فما تشتكيش لحد، ما تقوليش لحد يحللك حاجه. صدقيني انت مجرد انك تقعدي تفرغي كده مشاعرك وافكارك على ورقه وقلم وتكتبيها وتقطعيها، فانت كده هديتي نفسيا. وتتكلمي مع ربنا، لان ربنا هو اللي في ايده يحللك كل مشاكلك، وربنا هو اللي حللي كل مشاكلي مش العباد. فصدقيني العباد مش هتقدم ولا هتأخر ولا هيعملوا لك اي حاجه، واللي هيسمعك مره مش هيسمعك التانية، وهيبدأ يتهرب منك وهيبدأ يمل منك وهيبدأ يقولك خلاص بقى احنا زهقنا وقرفنا. فمحدش مهتم زي ما قلتلك في اول الفيديو، لا بنجاحك ولا بسقوطك ولا انت كويسه ولا انت مش كويسه. الناس بتهتم في الاخر، بيسقفوا في الاخر لما بتوصل. اللي بيتدرب او بيتمرن على رياضة معينة محدش بيكون معاه وهو بيصحى الفجر يروح يتمرن، ولا مانع نفسه من الاكل، ولا بينزل تمارينه كل يوم الساعة كذا للساعة كذا وبيتعب ويتمرن ويشقى وي 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 وي. الناس بتسقف له في الاخر لما بياخد الميدالية ويكسب ويطلع الاول. فخديها قاعدة في حياتك ان محدش مهتم، محدش هيهتم لا بشكوتك ولا حد هيهتم بنجاحك الا لما توصل. تمام؟ ولو لا قدر الله وقعتي هيشاوروا عليكي من بعيد يقولك بصي بصي وصلت لايه، بصي عملت لايه. ولو بقيتي كويسه يقولك بصي ما شاء الله وصلت لايه، بصي عملت ايه. ففي الحالتين هيشاوروا عليكي، بس في الاخر محدش مهتم بالرحله. الرحله انت بس الوحيده اللي هتكوني مهتمه بيها، انك انت هتكوني عايشاها. فحاولي تخلي الرحله تكون لطيفه عليكي وتكون خفيفه كده وحلوه، ما تبقيش قاسيه على نفسك. استمتعي بالرحله، ما تفكريش في النتيجه او في الحاجه اللي انت هتوصلي لها. فكري ازاي انك تستمتعي بالرحله علشان تكون ذكرى حلوه ليكي. وبس كده. يا رب بقى الفيديو يكون فاتكم وعجبكم، ولو عجبك بقى ما تنسيش تعملي لايك وكومنت حلو عشان بيشجعني، وما تنسيش ادومها وانقاذ. يلا باي.